صباح الخير يا حبايبي، وحشتوني جدا جدا. النهاردة الفيديو بتاعنا مليان بأفكار لتفريزات متنوعة للخضار اللي موجود في الفترة دي. وأنا نزلت السوق ونزلت لكم الأسعار في الفيديو اللي قبل ده على طول عشان تظبطوا الميزانية بتاعتكم. أنا جبت 7 كيلو ونص من الملوخية. الملوخية زي القمر زي القمر، مسكرة النهاردة بصراحة، طبختها يعني تحفة تحفة تحفة. هتفضل معاكي خضرة وبأسهل طريقة ممكن تتخيلي. وأنا كنت مصممة أجرب ان انا بعد ما افرزها اطبخها قبل ما انزل لكم الفيديو. فطبعا طلع ممتازة ولونها اخضر زي روعة. فطبعا بتطلعي كلنا بنعرف نقطف الملوخية ازاي. دي هنا اتقطفت، هاخدها بقى بعد ما اقطفها. طبعا هو الفلاش هو اللي مخلي اللون كده، لكن دي هي كان لونها اخضر جدا، يعني حتى لما قفلنا الفلاش شوفوا لونها جميل ازاي. تمام. بتاخديها بتنقعيها في ميه وخل، وتفضلي رايحه جايه بقى تغسلي فيها لحد ما تبقى زي الفل. وبعدين تحطيها في مصفى لحد ما تنشف خالص، او تنشفيها باي طريقه تعجبك. مش لازم تبقى ناشفه جدا جدا، لكن تبقى ناشفه يعني. تمام. يعني مش نفركها مثلا تتفرك. وتعبيها بقى في اكياس زي ما هي كده، تقولي زي ما هي. والله تحفه. انا جربتها النهارده وطالعه خضره زي القمر. تحطي طبعا على حسب الكميه بتاعتك. هنا بقى انا كنت جايبه بتنجان اخده لقطه، بصراحه الكيلو ب4 جنيه، مع انه في السوق كان ب8. معرفش الراجل كان بايعه ب4 ليه. انا هنا بوريكي ازاي بتشيلي العنق بتاعته، مش بتقصيها انتي بس بتقشريها كده. تمام. هوريكي ايه. ايوه كمان واحده بتقشريها، لان لما بتقطعي بالسكينه بتبقى الثمره كده مفتوحه ومعرضه ان تدخل فيها. احنا هنقليه يدخل بقى الزيت من جوه ويتعبى زيت. تمام. طيب بعد كده هوريكي ازاي تشقيه. احنا هنفرز، انا كل دي تفريزات النهارده، افكار هتعجبك جدا. بتسيبي حته من فوق وحته من تحت، وهتاخدي تشقيها من النص. هتقولي طب انا هعمل فيه ايه يعني بعد ما يتفرز ازاي؟ هقولك. بصي، فتحه صغننه كده ممكن تستفيدي منها في وجبات كتير جدا. تاخديها بتقليها عادي خالص، وش وظهري كده. بتقليه عادي خالص وتطلعيه في مصفى، بتسيبيه لما يتصفى الزيت بتاعه. وبعد كده هنعبيه في اكياس ونحطه في الفريزر. طب انتي ازاي يعني هتستفيدي منه ايه؟ لما تيجي تطلعيه من الفريزر بتسيبيه يفك. ممكن تعملي منه مخلل، تحطي له حشوة المخلل، تحطي فيه عصاج لحمة مفرومة وتعملي منه مسقعة. ماشي. وفي اكلات شامية بنفس الطريقة اسمها ايه، منزلة الاسود، بتتعمل بالبتنجان. هنا بقى البامية، وهي البامية خلاص هتروح، فانا قلت الحق بقى. جبت منها 5 كيلو. هي شكلها برضو احلى من التصوير. طبعا انا صورت تاني يوم جاي من السوق. تمام. طبعا انا هوريكي انتي ازاي تقمعيها للي مش عارف ازاي يقمعها، لكن اكيد كلكم بتعرفوا. وطبعا قمعيها بالطريقة اللي تعجبك يعني. تمام. انا هوريكي كده كام واحدة. بتبرميها زي القلم، كأنك بتبردي قلم، فاهمة، من حواليها كده. وطبعا زي ما انت عايزة، وما حدش هيبص علينا يعني. انا هنا كنا عاملين شوية، هكمل بقى الباقي وارجع اوريكم هنعملها بطريقة تحفة تحفة تحفة. هنا كلها، انا هنا مش غسلاها على فكرة، هنا كلها كده خلاص اتقمعت بأمر الله، وكان قرفتها حلوة وزي الفل. وهناخدها دلوقتي بقى هنغسلها. بنحط ميه على النار، وركزي بقى هنحط ايه. هنحط معلقتين سكر. هتقولي لي سكر؟ ايوه، السكر ماده حافظه. وشوفي انا دلوقتي هفرزها ازاي. انا مش هحط الباميه جواها. وهعصر 2 ليمونتين يعني. تمام. وهتسيبي الميه تغلي، تقومي حاطه عليها مصفى. يعني احنا هنعملها على البخار. هتقولي لي ايه الملل ده، هقعد اعمل كل ده على البخار؟ عايزه اقولك على البخار الحبه اللي حطيناهم دول وتقومي مغطياها، اخدت 5 دقايق ووصلت للنتيجه اللي انتوا شايفينها كده. وبعد كده بتتعبى حسب الوجبات بتاعتك بمنتهى البساطه. يعني حاجة جميلة جدا 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 بصراحة. جربيها. بصي لونها اخضر زي القمر.
وهنا بعد ما عبيناها كل بتحطي طبعا حسب الكمية العيلة بتاعتك انتوا قد ايه بتقسمي الاكل بتاعك. تمام يا حبايبي، وانا بصور لكم دلوقتي بسجل والنور مقطوع. تمام. واهم حاجة في التفريز تطلعوا الهواء والحاجة تكون ناشفة، يعني برضو البامية دي ايه طبعا هي على البخار فناشفة. الذرة بقى عايزة اقول لكم سكر طري وجميل. الذرة هفرزه وهفرزه بطريقة سهلة جدا جدا. طبعا انت بتقشريه كده عادي جدا. طبعا القلوب والحاجات دي حفيدي بقى وابني الصغير وداخلين في الموضوع معي، يعني انا بقول لهم اهدوا بقى علشان اعرف اشتغل. تمام. بعد ما بنقشرها بنقشرها كويس جدا. بصوا الشعر ده بقى اللي هو اللي بتاع ده بيقولوا بيخلي طعمه حلو جدا لما بيتحط في السلق، وهو اكيد ليه فوائد عظيمة جدا. تمام. انا بقى هقشره كله دلوقتي، انا قشرته وهعمل ايه، هوريكم طريقتين هفرز بيه، يعني شكل طريقتين كل حاجة ليها استخدام. انا هنا كده مشيت داير بيدور بالسكينة حواليها عشان اسهل على نفسي ان انا اقسمها وتك. تمام. طيب انا هعمل ايه بقى، هحط القنصص دي تتفرز، وهعمل ايه افصص كمية تانية فصوص عشان نبقى نعمل منها الذرة الحلوة اللي احنا بنموت فيها كلنا. بصوا عايزه اقول لكم من اسهل مما تتخيلوا. هي السكينه طبعا دي انا جايباها امبارح فكانت حاميه، وهو كان طري وجميل جدا. مجرد بتعملي كده بتنزل الحبات بتاعته، معظمها 90% منها سليم زي ما انتم شايفين كده، قليل اللي هي مكسوره. وبرده ايه المشكله ان يبقى فيه شويه مكسورين يعني. انا هعمل كده قدامك والله بمنتهى البساطه. انا عايزه اقول لكم ان ابني وحفيدي قعدوا يلعبوا وقعدوا يفصصوا لي، سهل خالص لانه طري. يعني هو الفتره دي اطرى من انه من ساعه ما اول ما طلع. تمام. بصوا الجمال قمر. خلاص حبه خليتهم كده علشان ناكلهم سلام مسلوقين. طبعا انت بتطلعيهم من الفريزر يا بتسلقيه على البخار يا بتسلقيه جوه ميه. تمام. والتاني نفس الوضع، بس هو علشان كان في التلج هتلاقيه بقى قطرة، استوى نص سوية يعني بسبب التلج. تمام. ادي بالنسبة للذرة. هنا بقى ورق العنب. طبعا عايزه اقول لكم مفيش حد عنده ضمير والله. الراجل قايل لي انه منقيهم بالواحده ومعرفش ايه ورصصهم، وطبعا اتفاجئت بقى لما فكيت. انا مشكلتي ان انا بصدق بصراحه. لما بصيت من جوه لا خالص، حاطط حاجات سيئه جدا جوه. يعني عايزه اقول لكم انا جايبه 2 كيلو صفوا مثلا على كيلو ونص كيلو وربع. بصوا بقى احنا برضو هنفرزه من غير غسيل خالص. بتحطيهم كده فوق بعض بالعنقود بتاعه ده ولا اي حاجه. وبعدين تجيبي كيس تلاجة عادي، تجيبي ورق استريتش عادي، مفيش اي مشكله. بتحطي الكميه اللي انت عايزاها تفرديها جواها كويس بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. بصوا انا ما غسلتهوش. انت لما هتطلعيه من الفريزر هتطلعيه تحت الميه الجاريه تشطفيه كويس جدا، وبعدين تنزليه في ميه سخنه انه يتسلق، يعني يا دوب بتنزليه وبتطلعيه. بصوا بقى انا بلفه ازاي، كاني بلف صباع محشي وبطلع الهواء. تمام. واجي كده من تحت اقوم قافلاها كويس. تمام. اهي بس كده وتتحط في الفريزر. في ايه اسهل من كده بقى؟ انا خدت لكم كام منجايه كده من اللي كنت شارياهم. دي طريقه من التفريز، لكن هو ليه طرق كتير. دي هحطها زي ما هي اتغسلت اتصفت من ميه وتتحط زي ما هي في كيس، تطلعيها تقشريها وهي متلجه وتقطعيها وتتحط في الخلاط على طول وتبقى عصير زي الفل. وده الشغل اللي احنا عملناه النهارده. ايه رايكم بقى؟ حاجه قمر كده. والنهارده طبخت الملوخيه كانت رائعه. ده ورق العنب بصوا طلع كميه قد ايه ما شاء الله. بتطلعي طبعا على كام كيس على قد الوجبه بتاعتك اللي انتي بتعمليها. اتمنى تعملوا لي لايك. انا تعبت في الفيديو ده بس علشان احاول اوصل لكم افكار وانا كمان ارتاح. وادي الذره
بتطلعيه بتحطيه على بخار او على في المية على طول. وادي البتنجان، يعني انا بموت فيه بصراحة بكل انواعه. وهوريكم كمان البتنجان الرومي ازاي بيتعمل. وده الذرة المفصص، ودي البامية بصوا لونها زي القمر. والملوخية طالعة رائعة بصراحة، والله كان قرفتها حلوة. الواحد تعبت وتهديت، وبنتي طبعا ساعدتني بناتي يعني، لكن الحمد لله. اتمنى الفيديو لو عجبكم تعملوا لايك، تشتركوا في القناة. انا بحبكم قوي. السلام عليكم.